ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مروه من قناة هابي هوم، جايلكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده انا مبسوطه جدا بيه، يعني جبت حاجه كان نفسي فيها بقالي فتره وللاسف كانت ناقصه في السوق. حاجه هتفرق بالنسبه لي جدا وهتفرق بالنسبه لكم. طب تعالوا كده اشوف انا جبت ايه. تا 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 تا. جبت الكاميرا كانون 200 دي. الكاميرا دي بقالي فترة بدور عليها بس للأسف كانت ناقصة في السوق. ناقصة ليه؟ لأن الكاميرا دي مصنفة أفضل كاميرا ل 2019 لليوتيوب. فكان عليها ضغط جامد والحمد لله لقيتها لسه جايباها امبارح بالليل، وقلت لازم اصور لكم الفيديو النهارده لان انا مبسوطه جدا. وان شاء الله الصوره بتاعه القناه تبقى احسن واحسن. الحمد لله انا كنت بصور بالموبايل بتاعي. كنت التصوير كان عندي فول اتش دي او 4K. فالحمد لله الصوره كانت حلوه، بس اكيد صوره الكاميرا مختلفه بروفيشنال اكتر، وده اللي انا حباه ان انا اخلي القناه بروفيشنال اكتر عشان خاطر عيونكم، عشان انا بحبكم. وبجد دي حاجه بتبسطني جدا ان انا اشوف الصوره او صوره الفيديو بشكلها نظيف وشكلها حلو. بتفرق بالنسبه لي جدا، فقلت لازم احسن من القناه بتاعتي ونجيب الكاميرا دي نصور بيها ان شاء الله. انتظروا فيديوهات جامده جدا بالكاميرا. تعالوا بقى نشوف الكاميرا هي ايه. كاميرا كانون اي او اس 200 دي. العدسه بتاعتها 1855، ده الاصدار الثالث كيت. الكاميرا دي اللينس بتاعتها في لينس تانية مختلفة اس تي ام. فعلى حسب بقى اللينس هتجيبيها وعلى حسب شايفه انت محتاجه ايه. طبعا انا مش خبره في الكاميرات، بس عملت سيرش كتير جدا وقعدت ادور ايه اللي يمشي معايا وايه اللي انا محتاجاه، ولقيت ان دي افضل كاميرا بالنسبه لي. الكاميرا دي جبتها من محل اسمه برو كام، مش اعلان طبعا بس عشان اللي حابب يعرف انا جايباها منين. انا كنت عماله ادور بصراحه، لقيت اقرب حاجه بالنسبه لي كانت الزمالك، بس بالصدفه لقيت المحل ده ليه فرع في الزمالك وليه فرع في الشيخ زايد. فالحمد لله عرفت اجيب الكاميرا من عنده، كان عنده قطعه واحده وكان لسه جايبها، فروحت خدتها امبارح. تعالوا بقى اقول لكم كده ايه انبوكسنج، ايه اللي جوه البوكس بتاع الكاميرا. بسم الله. اول ما بتفتحي كده بتلاقي المانيوال او الكتالوجات بتاعه الكاميرا. فيها 2 مانيوال، دي الفاتوره وده المحل اهو. مهمين جدا لازم تقريهم. ما ينفعش ما يتقروش، ان الحاجات دي بتبقى حساسه جدا، لازم تتبعي المانيوال بتاعها عشان ما تغلطيش غلطه وتدفعك تمن كبير قوي. دول كده ادي المانيوال بتاعها. ده المحل اللي حابب يروح يشوف، عنده كاميرات كتير. ودي الفاتوره. بعد كده نيجي بقى الكاميرا من جوه. اول حاجه ده اللينس بتاع الكاميرا. اول ما بمسك اللينس كده احساس تاني بجد. اهو ده اللينس بتاع الكاميرا زي ما انتم شايفين كده، 1855 اهو. في ممكن تركبي مقاسات تانية من اللينس. انا ان شاء الله ناوية اجيب لينس تانية عشان تحسن برضو من التصوير، تبقى حاجة افضل. بعد كده في عندنا ده الحزام بتاع الكاميرا بيتركب في الكاميرا. وفي عندنا ده الكابل بتاع الشاحن. خلوا بالكم الكابل ده ساعات محلات بياخدوه، وبعد كده انت لما تكوني عاوزاه تشتريه منهم بفلوس. فطبعا يعني اهو ده الافضل ان يكون، طبعا هي جايه معاها اوريدي، يعني هو مش بيديكي حاجه من عنده. بعد كده ده الشاحن، بنحط البطاريه هنا ونشحنه. وهنا دي البطاريه اهي. نيجي بقى ايه للكينج بقى، مش قادره اوصف لكم انا مبسوطه قد ايه. كده خلاص البوكس خلاص، فتعالوا نشيله كده على جنب ونشوف بقى ايه الكاميرا. بسم الله. اهي دي الكاميرا. هنا تركب اللينس بتاعتها تمام.
اهو فيها واي فاي. انا ما تعمقتش في الاوبشن بتاعها، ما استخدمتوش، بس شفت ريفيوهات عنه. حابين تتعمقوا اكتر شوفوا الريفيوهات عشان تساعدكم لو انتوا عاوزين تشتروها او كده. بعد كده هنا دي الشاشة بتاعتها. ميزة حلوة قوي بقى فيها وحلوة جدا، ان الشاشة بتتلف تمام، واقدر وانا بصور، يعني انا بصور كده نفسي فانا شايفاكوا فاكني بصور سيلفي بالظبط، او مش شايفاكوا يعني شايفه نفسي فاكني بصور سيلفي بالظبط، فدي حاجه حلوه جدا. بقى غير كده ممكن تتنيها وتبقى كده تمام. ايه دي اهو، ده شكلها. فيها واي فاي عشان لو حابه تنقلي الحاجات اللي فيها على الموبايل على طول عن طريق الواي فاي. فيها بلوتوث. حابين تتعمقوا اكتر من كده شوفوا الفيديوهات. الشباب عاملين فيديوهات حلوه جدا بروفيشنال اكتر مني ويقدروا ان هم يفيدوكم اهو. دي كده الكاميرا. الميزه بتاعت الكاميرا دي بقى ايه؟ ان الكاميرا دي الفوكس بتاعها عالي جدا. ودي ميزه حلوه قوي قوي قوي، ان الفوكس يبقى معاكي مهما اتحركتي في الصوره هو يعني لقطك مش هيسيبك يعني. فدي اكتر ميزه عجبتني في الكاميرا. نيجي بقى ايه للهدايا اللي مع الكاميرا. اول حاجه الميموري دي 16 جيجا، سرعه 80 تمام اهي. افضل حاجه ساند ديسك، ما تجيبيش كينج ستون مش حلو خالص. لو انت عاوزه حاجه يعني تكون كويسه معاكي مع الكاميرا. دي اصلا هديه، دي سعرها اصلا 300 جنيه، بس دي هديه مع الكاميرا. وكمان اداني هديه ده فلتر للعدسه اهو، هوريهولكم من جوه. ده شكل الفلتر كده، عشان العدسة حساسة جدا ولازم نحافظ عليها، ومينفعش ان انتي تمسحيها بأي حاجة كده وخلاص، لا طبعا ليها طريقة معينة عشان ما تبوظيش العدسة. الهدية الثالثة الشنطة اهي. شنطة كانون، شنطة حلوة جدا حجمها حلو. عجبتني شخصيا يعني. اوريها لكم من بره. هنا كده هنا في سوستة اهي تمام. وبعد كده عندنا هنا بتفتحي كده، في جيب هنا لو تحطي معاكي بطارية سبير. جيب كمان جواه جيب صغنطوط لو انتوا شايفين اهو. وكمان فيها السوستة الكبيرة بقى دي، والسوستة الكبيرة دي هي اصلا بتاعة الكاميرا وبتاعة العدسات، وفيها الحامل برضو بتاع الشنطة عشان لو هتشيليها على كتفك. وهنا تحطي الكاميرا وهنا تحطي اللينس لو عندك. ويعني متبطنة حلو جدا عجبتني قوي. وهنا كمان في، استنى اوريكم هنا اهو، في سوستة اهي، فبرضو حلوة جدا وعملية. كمان اوريكم حاجة فيها جيوب هنا كده من الجنب، شبكة. ولو انت عاوزة تعلقيها كشنطة وسط بتحطي الحزام بتاعها هنا كده في جزئين دخلي فيهم الحزام وتلبسيها كشنطة وسط. دي كده الهدايا اللي جت مع الكاميرا. وده كده البوكس بتاع الكاميرا. سعر الكاميرا كام؟ سعر الكاميرا بيتراوح من 9000 ونص ل10,000 ونص، على حسب ايه؟ على حسب اللينس، على حسب الموديل بتاعها الاصدار يعني. بس الموديل كانون 200 دي ده سعرها بيتراوح من 9.5 ل10.5. انا جايباها بكام؟ انا جايباها ب9.5. نفس الكاميرا دي على سوق دوت كوم ب9,750. نفس الاصدار ونفس كل حاجه. ومعليهاش كمان الشنطه ولا الفلتر ولا الميموري لوحدها ب300 جنيه. فطبعا الحاجات دي كلها ليها تمنها، واكيد ده يعني خصم من تمن الكاميرا. ده الفيديو بتاعي النهارده. كنت مبسوطه وقلت ابسطكم معايا. وان شاء الله انتظروا بقى فيديوهات
بروفيشنال اكتر وحاجات بقى جامده كده. كاميرا حلوه جدا في الفلوجات، فانتظروا ان شاء الله حاجات حلوه. وعاوزاكم بقى ايه يعني دعواتكم كده معايا، وان شاء الله القناه تكبر بيكوا وليكوا ان شاء الله. باي باي.